ده نمط بيتم اعتماده في سجون الإيراد أو في غرف الإيراد في السجون العمومية. هي نمطين. النمط الأولاني عشان يكسرك، أو السبب الأولاني عشان يكسرك كنوع إن أنت بيستبيح كل حاجة فيك. احنا في حلقة سابقة مع أحمد عبد الحليم تحدث عن موضوع استباحة الجسد. شفتها حلقة كويسة. وإنه الجسد بيكون خلاص أنت توصل إن أنت حتى أقصى درجات الخصوصية في جسدك هو الإخراج وأشياء أخرى. أنت بيستبيح هذا الأمر وبتعمل الموضوع ده قدامه. الموضوع التاني هو إنه بيحاول يخرج كل ما في جسمك عشان ينسيك الحياة اللي كانت قبل كده، حتى منها الفضلات اللي بتكون في بطنك. ففعلا هذا الأمر متبع بشكل كبير في السجون العمومية في مصر في مرحلة الإيراد. الإيراد دي هي السجون الأولية أو الزنازين الأولية اللي بتخشها في السجن.